متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لن تصدق ماذا قال الإعلام العالمي والعربي بعد فوز الجزائر على بوروندي، شيء صدم الملايين. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. شكرا لكم جزيل الشكر. غادر وفد المنتخب الوطني الجزائري صبيحة اليوم الأربعاء مقر إقامته بالعاصمة لومي الطوغولية بعد اختتام تربصه الذي دام حوالي 10 أيام تحضيرا لكأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار. وحسب بيان الفاف عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، فقد اتجه وفد المنتخب الوطني نحو المطار تحسبا للسفر إلى مدينة بواكي الإيفوارية لخوض فعالية الكان. كما تقدمت الفاف بالشكر لكل طاقم وعمال الفندق الذي أقام فيه المنتخب الوطني بمدينة لومي الطوغولية. وتحدث الإعلام العالمي والعربي عن المباراة الرائعة التي قدمها الخضر، مبديا انبهاره الشديد من الأداء الممتاز الذي قدمه منتخب الجزائر، حيث قال: شهدنا مباراة رائعة وثنائيات في غاية الروعة. إنه منتخب أوروبي داخل أدغال إفريقيا. أظن أن منتخب الجزائر سيقول كلمته في الكان المقبل. أما بالنسبة للإعلام التونسي فقد أشاد بالمجهود الرائع الذي يقدمه بالماضي مع المنتخب، حيث قال: أرفع القبعة لجمال بالماضي، لقد استطاع إدارة المنتخب الجزائري بشكل جيد. ما رأيكم بما قالوه عن المنتخب الجزائري؟ أجبونا في التعليقات.